كل قلب دخل علاقة دخلها وهو مؤمن إن اللي قدامه مش هيوجعه. كان فاكر إن الحب عقد أمان، مش مجرد عقد لزمن محدد. لكن للأسف أغلبنا اكتشف إن الحب في النهاية ممكن يكون سجن. أيوه، سجن بنتحبس فيه بروحنا وبنفضل فيه لوحدنا، حتى لو كان اللي بنحبه لسه موجود في القلب. القلب اللي حبك ده كان أمانة في إيدك، أمانة غالية قوي، سلمها ليك صاحبه وهو مغمض. كان واثق إنك هتكون حماية، هتكون سند ليه، هتكون دفع. ما طلبش منك غير إنك تكون صادق في مشاعرك، ما طلبش منك غير إنك تكون إنسان لما يحب بجد ويعرف يحافظ على اللي بين إيده. لكن لما بتقرر تمشي، أنت مش بس بتنهي علاقة، أنت بتنهي ثقة، بتنهي إيمان الشخص ده في نفسه وفي الحب كله. الوجع الأكبر مش في إنك بتمشي، الوجع الأكبر في الطريقة نفسها اللي أنت بتسيب بيها. ليه ما بتفكرش في القلب اللي كنت بتحلم بوجوده، اللي بتنسى كل اللحظات اللي كنت بتقول فيها مش هسيبك أبدا؟ الرحمة مش في إنك تفضل، الرحمة في إنك تكون إنسان وإنت بتنهي. أنا إيمان هاشم وده بودكاست بين السطور. ارحم القلب اللي حبك، يعني ارحمني من الموت العاطفي. الموت العاطفي ده بيبقى أصعب من الموت الجسدي، لأن الموت العاطفي بيخلي الجسد نفسه عايش، لكن الروح بتموت كل يوم، ثانية في ثانية. اللي بيحب بصدق بيتعلق بالطرف التاني لدرجة إن روحه بتبقى جزء من روح اللي بيحبه، ولما بيحصل الفراق يحس إن جزء منه اتخلع، مش إن الشخص التاني هو اللي مشي. لأ، المشكلة إن اللي بيقرر يمشي بيمشي وهو لسه عنده طاقة، لسه عنده بدائل، لسه عنده أمل في حياة تانية. لكن اللي بيتساب بيواجه النهاية لوحده، بياخد الصدمة كاملة. إحنا ساعات من غير ما نقصد بنكون السبب في تغير قلوب كانت طاهرة ومحبة لينا، قلوب دخلت حياتنا بخير ونية صافية كلها ود وسلام، بس إحنا ببردنا وبكلامنا القاسي أو حتى بتجاهلنا بنخليها تبطل تبقى زي ما كانت. للأسف الوجع الحقيقي مش بس في الفقد، الوجع الحقيقي إنك تكون أنت السبب إن القلب الطيب ده يتحول لقلب موجوع ما يثقش في حد. الوجع إنك تكسر جوه حد فكرة إن في ناس بتحب بجد، وتخليه يشوف الحب نفسه بشكل تاني خالص، مش بنفس البراءة اللي كان شايفه بيها. يا ترى ليه بنفتكر إن الرحيل لازم يكون مؤلم؟ ليه بنفتكر اللي بينا لازم ينتهي بخصام وكسر القلوب؟ في الحقيقة الحب مش دايما بيكمل، بس الأكيد إنه مش لازم يسيب وراه روح مكسورة ولا نفس محطمة. ساعات كتير الرحيل ممكن يكون أرقى وأجمل من البداية نفسها، لو بس كان في احترام للمشاعر. أيوة، لو في احترام للمشاعر اللي اتوهبت من القلب ده. واحدة بتحكي عن قصة حب دخلت حياتها زي الحلم، بتقول: قصتي كلها ذكريات حلوة، ضحك، أمان ووعود، لكن مع الوقت الدنيا اتغيرت، هو اتغير، يمكن النصيب ما كملش، يمكن هو اختار طريق تاني، يمكن ويمكن أنا ما بقيتش جزء من خططه في المستقبل. المشكلة ما كانتش في إنه هو يمشي، المشكلة كانت في النهاية نفسها. أنا فضلت أسأل نفسي: ليه خلاني أحس إني رخيصة كده؟ ليه ما احترمش مشاعري؟ ليه ما قاليش الحقيقة وبصدق قبل ما يمشي؟ ليه ما قدرش إني اديته قلبي ووقتي وروحي؟ بتقول: النهاية كانت بالنسبة لي زي السكينة، كلام جارح، برود قاسي، صمت مؤلم، وكأن السنين اللي فاتت ما كانوش موجودين. وهنا الألم الحقيقي مش إنه ما كملش معايا، لكن إنه سابني أصدق إن قلبي كان لعبة في إيده، وإن مفيش حاجة اسمها حب. دكتور جون بولبي
عالم النفس اللي أسس نظرية التعلق بيقول إنهاء العلاقات بشكل قاسي بيسيب جروح عاطفية أعمق بكتير من الفقد نفسه، لأن الإنسان بيفقد ثقته في نفسه وفي الحب وفي الناس. وده حقيقي. لما العلاقة بتنتهي بدون احترام، الشخص بيتكون جواه شعور إنه مش كفاية وإن مشاعره ملهاش قيمة، وده ممكن يدمره سنين طويلة. أما دكتور مصطفى محمود كان بيتكلم عن عدالة العلاقات، عن إن اللي بيسيب لازم يفكر في ميزان العدل، والعدل هنا مش في الفلوس، العدل هنا في المشاعر. بمعنى أنت أخدت كل اللي قدرت تاخده من مشاعر الشخص ومن وقته ومن ثقته، ودلوقتي أنت قررت إن أنت تتخلى عنه. سؤال من فضلك، طب مين هيرجع للشخص ده كل اللي فات؟ مين هيعوض القلب ده عن العمر اللي ضاع وهو بيثق في وعد كاذب من حضرتك؟ الرحمة هنا هي محاولة للرجوع للعدل، محاولة لأن اللي يسيب يتحمل مسؤولية الأثر اللي هيسيبه وراه. مين فينا هيتحمل مسؤولية الخراب ده؟ الحب مش جريمة عشان نهايتها تبقى عقاب. الحب تجربة إنسانية راقية حتى لو ما اكتملتش، وده معناه إن مش لازم نكسر القلوب عشان نثبت إننا خلصنا. بالعكس، النهايات الراقية بتسيب جوه الروح سلام حتى لو القلب اتوجع شوية. والإمام الغزالي كان شايف إن الرحمة مش بس في البداية لكن كمان في النهاية، وكان بيقول إن القلوب اللي بتحب بصدق أمانة، والأمانة لازم تترد بأدب ورحمة حتى لو النصيب ما اكتملش. الوجع الحقيقي بيبدأ لما بتمشي، مش في لحظة الوداع، لأ، بيبدأ بعدها. بيبدأ لما القلب ده بيفوق على أسئلة ملهاش إجابة ويسأل نفسه، ليه سابني؟ هو أنا ما كنتش كفاية؟ كل الحب ده كان كده. الإنسان اللي بيحب بيحتاج إجابة، مش عشان العلاقة ترجع، لكن عشان يعرف يتعافى، علشان يعرف يقف على رجليه تاني. لكن اللي بيسيب عادة بيسيب وراه غموض، بيسيب القلب متعلق في الهوا بين سؤالين: هو أنا اللي غلط؟ ولا الحب ده كان غلط؟ ولا هو كان بيضحك عليا أصلاً وما كانش بيحبني؟ وللأسف القلب الموجوع بيفضل يحاول يحل اللغز اللي سيادتك سبتهوله من غير ما تجاوبه. بيفضل يراجع الشريط الذكريات، كل كلمة حلوة قلتها له، كل وعد سيادتك قلته، كل لمسة دافية هو حسها بيه معاك، ويبدأ يقول: هل كل الكلام ده كان كده؟ هل أنا كنت لعبة وما كنتش واخد بالي؟ وبيكتشف إن الذاكرة بتخون، الذكريات بتتحول من مصدر دفع لمصدر وجع. الرحمة في إنك تدي إجابة صادقة حتى لو كانت مؤلمة شوية، عشان القلب ده يعرف يحط نقطة وخياله ما يسرحش في حاجات بعيدة ممكن ما تكونش حقيقية أصلاً، ويبدأ يقف على رجله من جديد. لأن لو حضرتك سبته متعلق كده، انت كده ما سبتهوش، انت سبته في سجن لا ليه جدران ولا حتى مفتاح يقدر يفتحه. انت سبته مسجون بين أفكاره، بين إن هو يفضل يعذب نفسه ويجلدها، إن هو كان ضحية في لعبة ما خدش باله منها من البداية، ولو كان فاق من الأول ما كانتش نهايتها تبقى كده. الإنسان بطبعه مشاعره هي اللي بتحكمه، قلبه دايماً سابق عقله بخطوات، وساعات كتير بنفسر كل اللي بيحصل حوالينا من خلال ردود أفعال الناس علينا. بنقيس قيمتنا من نظراتهم، من كلامهم، من طريقة تعاملهم حتى معانا. بس الخطر الحقيقي لما نسمح لنفسنا نكون سبب في إنسان يحس إنه قليل، إننا نكون السبب في إن قلبه يبطل يثق في حد، أو حتى يثق في نفسه، يبطل يحلم. ممكن لو سمحت ما تسمحش لنفسك تدمر روح كل مشكلتها إن هي كانت بتحبك، لأن للأسف الألم ده لما بيدخل جوانا وبيمتلكنا بيتحفر جوانا قوي، وللأسف بيكبر يوم ورا يوم لحد ما بيوصل لمرحلة صعب إن إحنا نصلحه. خلي دايما باب مفتوح، أنت ما تعرفش الحياة مخبية ليك إيه، ولا مين ممكن يكون سبب خير ليك في وقت ممكن تكون محتاج دعوة صادقة. سيب وراك عمل صالح وسيب ذكرى حلوة
في قلب شخص كان بيحبك في يوم من الأيام بإخلاص. ما تخليش النهاية تبقى جرح. يمكن الدعوة اللي هتجيلك من قلبه تبقى هي اللي تفتح لك أبواب الرزق وتحميك من ابتلاءات كتير انت نفسك ما تعرفش عنها حاجة. اوعى تفتكر ان الجرح بينتهي لما العلاقة بتنتهي. اوقات الذنب بيقف واقف لك، خصوصا لو القلب اللي كسرته قلب كان بيحبه ربنا. خاف من دعوة المظلوم دي، لأن ربنا أقرب ليه من أي حد، ويمكن ينتقم منك بسببه وانت مش واخد بالك. الحب مش دايما رحلة سعيدة، بس لازم تكون رحلة محترمة. انت اللي قررت تمشي، بس لازم تكون إنسان وانت بتنطق الكلمة الأخيرة. أرجوك اسمع مني، الكلمة الأخيرة دي يمكن تلمس قلبك، يمكن تصحي فيه حاجة ماتت. ارحم القلب اللي حبك قبل ما تسيبه. ارحمه من الصدمة، ارحمه من الفراغ اللي هتسيبه وراك، ارحمه من الأسئلة اللي هتفضل تصحيه كل ليلة. اللي بيسيب حد حقيقي ما بيمشيش بس، ده بياخد معاه جزء من روحه وبيسيب وراه خراب مش بيتعمر تاني. لما تسيب القلب ده هتعيش انت بحتة ناقصة، وهو هيعيش بوجع كامل. يا ترى مين فينا اللي هيربح؟ أما بقى رسالتي للقلب اللي اتساب، اعرف إن أنت قوي. أيوة، أنت قوي قوي. صدقني، الوجع فعلا حقيقي وخسارتك أكيد كبيرة، لكن الحياة مش بتقف عند شخص قرر يمشي ويسيبك. الحب الحقيقي لسه موجود جواك. ما تسمحش للوجع ده يخليك تفقد إيمانك في نفسك. الروح دي غالية قوي، تستاهل حد يكون سند بجد. خد وقتك في الوجع، وبعدين ابني نفسك تاني. انت أقوى مما تتخيل، بس كل شيء ليه وقته، وده وقته دلوقتي إن انت تزعل. ما تسمحش للوجع ده يخليك تفقد إيمانك في نفسك. الروح دي غالية قوي، وقلبك ده غالي قوي، يستاهل حد يكون سند بجد. خد وقتك. أيوة، خد وقتك في الحزن، خد وقتك في الوجع، وبعدين اقف تاني على رجلك وابني نفسك من جديد. انت أقوى مما تتخيل. في الآخر الحب رزق، والقلوب أمانة. يمكن ما نكملش مع اللي بنحبهم، بس نقدر نسيب ذكرى حلوة بدل ما نسيب ندبة موجعة. اتقوا الله في القلوب اللي حبتكم، ما تسيبوش وراكم روح بتدعي عليكم بدل ما تدعيلكم. وبين السطور بنكشف حقيقة مشاعرنا اللي بنحاول نحميها من أي جرح. يمكن كلمة حنينة، كلمة صادقة تقدر تحمي قلب ما يستاهلش الألم، قلب لسه شايل في جواه براءة وثقة في الناس. خلي دايما كلمتك أمانة مش خنجر، وسيب أثر طيب بدل ما تسيب وجع. كنتم مع إيمان هاشم، وده بودكاست بين السطور. أشوفكم على خير إن شاء الله.